مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ عندنا عده اخبار النهارده عايزين نقولها لكم، ولكن اول خبر اللي عمل زلزله على السوشيال ميديا امبارح هو بعد اعلان صفحه الزمالك لالعاب الصالات اعلنوا ضم شروق فؤاد كابتن الكره الطائره سيدات في النادي الاهلي. طبعا بعد ما الصفحه الرسميه نزلت الاعلان ده امبارح قامت صفحات الاهلي وما قعدتش بقى، يا عيني انت عارف ان الصفقه حراقه شويه ووجعتهم، يا عيني كابتن الفريق بتاعتهم يعني انت اخدتها، فطبيعي ان في اقاويل هتطلع. هنرد على بعض الاقاويل اللي طلعت امبارح وبعض الكومنتات اللي احنا شفناها امبارح. اول حاجه فضلوا ماسكين فيها علشان يقللوا لك من قيمه الصفقه دي، انه طلعوا تويته قديمه لشروق، الله اعلم هي حقيقيه او فيك، انتوا عارفين يعني برنسات الفيك، اساتذه الفيك، تمام. ولكن خليني معاك ان السكرينه دي او التويته دي حقيقيه، وهي شو بتقول فيها انه نادي الزمالك ده نادي الضحك وبتغلط فيه نادي الزمالك، بتقول من غير نادي الزمالك مش هنلاقي حاجه نضحك عليها. عايزه اقول لك عزيزي الاهلاوي اني مش هحاسب شروق غير من اليوم اللي هي بقت موجوده فيه ولبست فيه تيشيرت الزمالك. شروق لا تحاسب، انها اتربت في بيئه مختلفه، بيئه طلعت منها انسانه غلاطه. اذا اللي بيتحمل الغلط بتاع شروق ده هو البيئة اللي كانت فيها وليست شروق، لأن في الزمالك في نظام وفي سيستم، لكن مش ذنبنا خالص انه النادي الاهلي ما يكونش فيه نظام وسيستم. دي بقى على الكومنتات التانية اللي بتقول انه الاهلي هو اللي استغنى عن شروق، ليس ومش العكس، يعني انه شروق هي اللي استغنت عن النادي الاهلي. عايزه افكرك عزيزي الاهلاوي ان انت لو دخلت بس وعملت يعني سيرش بسيط كده على بعض القنوات او اللي نزلوا بيان شروق او على صفحه شروق الشخصيه، هتلاقي في بيان وهي البنت بتشتكي من المعامله في النادي الاهلي وخاصه من المدير الفني بتاعها. وعايزه اقول لك ان هي بتقول في البيان ده انه المدير الفني بتاعها وصل بالامر ان هو بيعمل لها بلوكات وبيوقع ما بينها وما بين زميلاتها، وبيقعد يقول لها ده دي اتكلمت عليكي، ويقول لصاحبتها لا ده فلانه اتكلمت عليكي، لا ده شروق اتكلمت عليكي. انا اعرف ان الحركات دي بتحصل على المصاطب وليس بتحصل داخل الانديه، وخصوصا في نادي كبير بحجم النادي الاهلي، لكن لوك 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 المعروف ان ده بتاع الستات مش بتاع الرجاله خالص. فالبنت يعني جابت اخرها وطلبت ان يتم الاستغناء عنها وتروح لنادي الزمالك، لانه نادي الزمالك ما فيهوش لوك 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 لوك. نيجي بقى للجزء الثالث من الكومنتات اللي بيقولوا ما انتوا بتاخدوا فضلات النادي الاهلي. عايزه اقول لك انه اكبر حد عندك التمثال اللي انت عامله ده فضلات نادي الزمالك، التمثال اللي انت بيحتذى بيه 24 ساعه دي، الصنم اللي انت عامله دوت فضلات نادي الزمالك. الصنم التاني اللي انت دايما 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 بتطلعه في الاعلام وعامل منه نجم، فضلات نادي الزمالك. انت عايش على فضلات نادي الزمالك، فمش انت اللي تيجي تكلمني على فضلات ومين اللي ياخد ومين اللي ما ياخدش، لان انت اول واحد اخد. نيجي بقى على الجزء الثالث اللي بيقول لك ايه، او الرابع اللي بيقول لك ايه، اصلها دكه، اصلها ما بتلعبش فاحنا كده رميناها. اديني وضحت لك الجزء بتاع مش انت اللي رميها، لا هي اللي رمياك. نيجي بقى للجزء بتاع دكه، انها دكه، خليني احطها دكه عندي. انا جايبها عندي، جايبه الكابتن بتاعتك علشان هشوف اجربها، نفعت اهلا وسهلا خليها تلعب قصادك، ما نفعتش خليها دكه، خليها قاعده دكه عندي قصادك، برضو تطلع تحيي جماهير النادي الزمالك قصادك قصاد عينك. انا عايزاها تبقى موجوده وانت بتلعب، عايزاك تتفرج عليها كويس وهي بتلعب عندي. ف شئت ام ابيت عزيزي الاهلاوي، شروق فؤاد كابتن فريق الكره الطائره النسائيه للنادي الاهلي زملكاويه. ندخل على الجزء اللي بعده. نيجي لتاني واهم حاجه اللي شغله بال كل الزملكاويه، بن شرقي. هل الكلام اللي بيتردد على السوشيال ميديا ده حقيقي ولا لا؟ حقيقي في جزء ومش حقيقي في جزء. مش حقيقي في جزئيه ان احنا خلاص اتفقنا مع بن شرقي، ولكن الجزء الحقيقي ان فعلا بيتم التفاوض او بيتجدد التفاوض بشده اكبر المره دي على بين مجلس اداره نادي الزمالك وبين بن شرقي، خصوصا بعد ما الوداد قدم عرض لبن شرقي 400,000 دولار. بن شرقي احنا عارفين ان هو كان عايز 1.5 مليون دولار خلاص، ولكن المبلغ كان كبير جدا على نادي الزمالك وكبير بالمناسبه يعني على اي نادي اخر. لما الوداد عرض على بن شرقي 400,000 دولار فتح الموضوع شويه لبن شرقي ان هو يتفاوض اكبر مع الزمالك ويقلل من النسبه اللي هو عايزها لنادي الزمالك، لان احنا عارفين ان الاولويه لبن شرقي فين؟ في نادي الزمالك. عشان بس نكون عارفين رغبه بن شرقي الزمالك رغبته بن شرقي، يعني الاثنين عايزين بعض، ولكن الاختلاف ايه؟ على الفلوس. فلما الوداد عرض عليه 400,000 دولار اتجدد الطلب عند بن شرقي تاني ان هو يعمل تفاوض مع مجلس اداره نادي الزمالك ويقلل في الفلوس شويه.
اللي سمعناه، والرقم ده مش على المسطره، يعني الرقم ده مش صحيح 100%، الله اعلم، اقل ازيد، ولكن خليني اقول لك اللي احنا سمعناه اخر حاجه او اللي متاكدين منه برضو، انه 800 900 مجلس اداره نادي الزمالك بيتكلم في المبلغ ده 800 900. التفاوض وصل لمرحله حلوه قوي، ولكن خليني اقول لك ان هي متكتم عليها بشكل مش طبيعي. مجلس الاداره المره دي حرفيا متكتم على الصفقات، وبالذات صفقه بن شرقي مكتم على الصفقه جدا جدا جدا. خليني اقول لك ان دي حاجه كويسه. عايزه اوجه بقى كلمه لمجلس اداره نادي الزمالك، اتمنى 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 انا و95% من جماهير نادي الزمالك اتمام صفقه بن شرقي. خليني اقول لك مهما دفعت فبن شرقي فانت كسبان. نضاي، سامسون، غيرهم فاروق جعفر، مطيابه، ياسر حمد و لو عدينا يجي 6 لعيبه او 10 لعيبه حتى، يعني انا ممكن اطلع لك فعلا 10 لعيبه بياخدوا فلوس، ولو جينا نحسبهم هنلاقي نضاي وسامسون الاثنين دول ما بيقدمونيش اللي بن شرقي هيقدمه لي، في حين ان هم فلوسهم قد فلوس بن شرقي. يعني بمعنى صح، لو انا هجيب صفقات مش بالقطره قد ما هي انه اللي انا هجيبه دوت هيعمل لي ايه، هيفيدني بايه. كلنا عارفين بن شرقي كويس قوي، وكلنا عارفين ان مستوى بن شرقي لسه زي ما هو، بل بالعكس مستواه احسن كتير على فكره. وبعدين مجلس اداره نادي الزمالك لازم يكون مدرك تماما انه قيمه نادي الزمالك من قيمه لاعبيه. ما ينفعش يبقى نادي بحجم نادي الزمالك اجيب فيه لعيبه كسر اطلاقا. ففكره ان احنا ندفع فلوس في لاعب، ادفع فلوس في لاعب، ابيع اللي عندي او اطلع اعارات اللي انا مستغني عنهم، اسرح واوفر كم الفلوس دي، ادفع في بن شرقي، ادفع في لعيبه هتجيب لي بطولات، ادفع في لعيبه عارفه قيمه نادي الزمالك كويس قوي، ادفع في لعيبه هتيجي تكمل لي الفريق، ما يكونش في انديه اخرى عندها فرق احتياطي وفرق اساسي، فرق كامله متكامله، وانا في فريقي الاساسي بجيب لعيبه كسر وبقعد على الدكه وبمشي نفسي. مش دول اللي هيجيبوا لي السوبر، مع الاحترام الكامل، مش بتكلم عن الكل، ولكن بتكلم عن البعض اللي لابس تيشيرت الزمالك وقاعد وهو ما ينفعش اصلا يكون متواجد داخل نادي الزمالك، ما ينفعش اصلا يدخل نادي الزمالك. لا بقى، ده انا مدخلاه وبدفع له ملايين. فالملايين دي تفكير صح بيقول اوفر، ادفع، ما اجيبش عدد، ولكن اجيب لعيبه تليق، حاجه تليق بنادي الزمالك، لعيبه جايه تجيب لي بطولات، لعيبه جايه تكمل لي الفريق صح وتجيب لي بطولات، لكن مش لعيبه ادفع لها ملايين وهي قاعده في الدكه والاسم ان هي لابسه تيشيرت الزمالك، جايه افرحهم ان هم يلبسوا تيشيرت الزمالك. لا، اللي مش قد تيشيرت الزمالك ما يلبسوش ومع السلامه بعد اذنكم. والفلوس دي احطها في صفقه زي بن شرقي. لازم نبقى عارفين انه نادي الزمالك ما ينفعش يقف عند حته اصل الفلوس واصل مش الفلوس وما اعرفش ايه. نتكلم في تقليل، مدركين تماما بحجم الازمه اللي احنا فيها، ولكن لو انا عايزه بطولات لازم اختار صح، لازم اجيب لعيبه صح، ايفن لو هدفع فيهم مبلغ اسرح واجيب اللعيبه دي عشان اجيب بطولات، ومن البطولات هتجيلي فلوس، فاقدر اعمل موارد للنادي واقدر اجيب لعيبه جديده وهكذا وهكذا وهكذا. في الميركاتو ده احنا نتحمل يا سيدي، هات لنا بن شرقي وهات لنا واحد كمان، مش هنقول لك اسامي انت عارف ومدرك، او هات لنا 2 كمان، شكرا. ولو حسبت الحسبه صح هتلاقي اللي انت هتسرحهم دول والله مبالغهم هتطلع بدول وهيتبقى كمان. احنا مش عايزين منك 10 لعيبه، احنا عايزين منك 2، بس 2 صح، 2 على الفرازه. ما يهمناش الفلوس او ما يهمناش سوري العدد قد ما يهمنا الكواليتي اللي جاي. فانا عارفه ان مجلس اداره نادي الزمالك بيفكر كويس جدا في بن شرقي وداخل في مفاوضات، ولكن مفيش مانع ان احنا نعيد مره واثنين وثلاثه ونعمل تنبيهات الى ان يستقر نادي الزمالك على القرار الاخير. ونتمنى ان احنا نسمع خبر بن شرقي قريب جدا. ندخل على النقطه الاخيره اللي بعدها على طول. نيجي بقى عند البيان الاخير من الاخ عامل حسين. الاخ عامل حسين اللي طلع قال لك ايه؟ قال لك ان الدوري والكاس القيد مش هيتفتح الا لما هم يخلصوا. القيد مش هيتفتح الا لما هم يخلصوا، ومش عارف ده بقى الفيفا هتوافق على استثناء ولا لا، بس صدقوني انا عملت مجهود خرافي علشان اقعد اخيط وافصل المباريات واجل واطول ويبقى الدوري بتاع الى ما لا نهايه، واطوله على قد ما اقدر علشان ما فيش قيد، عشان ما يبقى لكمش قيد. ولكن تقريبا هتلحقوا يوم 2 معرفش، كده القيد هيفتح وهيقفل، يعني هي بوابه هتفتح واول ما المباراه تخلص، احنا مش عارفين تخلص امتى اصلا، هتخلص هوب هيفتح هيقفل على طول. فانتوا بقى مش عارف فيهم هتلحقوه ولا مش هتلحقوه. اصل النادي اللي انا بفصل له بخيط له مش محتاج صفقات، فمش محتاج مجهود، فانا قعدت اطول واجل والعب براحتي
وانتوا طلعتوا ونزلتوا على ما فيش، ومجلس ادارتكم طلع قال لكم ان انا هتشال من المشهد. بس I'm so sorry، انا لسه قاعد ايفن لو الكلام بيتقال انه هيمشي الموسم القادم، فانا دلوقتي عندي مشكله لازم يتدخل فيها مجلس اداره نادي الزمالك. ما انت كان في ايدك ما تكملش، والراجل ده والله العظيم ما كان هيفضل فيها، هو وخلافه هو وغيره كان هيمشي على المشهد ده تماما. ولكن لو كنت مسكت نفسك شويه وكملت وتضامنت مع الانديه الاخرى اللي اوريدي تضامنت معاك، كان زمان في قرار. لكن دلوقتي نفس الشخص اللي توعدنا ان احنا لو كملنا الاخ ده هيمشي عن المشهد القادم او المشهد الرياضي، الاخ ده لسه موجود ولسه بيطلع تصريحات، والتصريحات بتاعته بتقول ان احنا رايحين في داهيه. فاتمنى مجلس اداره نادي الزمالك ياخد بقى موقف او يشوف هيتصرف ازاي، لان انا الحقيقه ما اعرفش. احنا الحقيقه كجماهير ما نعرفش هتتحل ازاي. مشكلتك بتاعتك حلها بعد اذنك. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، شكرا جدا لكم.